السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض ازاي اعمل الياقة العادية، وبعدين اعمل لكم الياقة اللي بتبقى واقفة. احنا اخدنا مع بعض ازاي ناخد مقاسات حركة الرقبة علشان نركب الياقة. هنفترض ان احنا عندنا هنا الخلف مثلا 10 سم، هناخد نقطة. خلي بالك ان ده متني مقفول، الورقة دي متني مقفول. هتاخدي 10 سم كده، وده الخلف. والامام هنفترض ان هو 12 سم، هنفترض مثلا ان هو 12 سم. هتيجي عند النقطه دي وهتطلعي سنتي ونص، هتطلعي سنتي ونص بس. طيب هتعملي ايه؟ هتوصلي النقطه دي بالنقطه دي كده، خلاص. بعد كده هترتفعي حوالي مثلا وليكن 3 سم عشان نعمل الياقه العاديه، خلاص. بعد كده هندخل من عندها برضو 3 سم. تمام. هنوصل الكلام ده ببعضه اهو، هتوصلي ده ببعضه اهو. بعد كده هعمل ايه؟ هشوف بقى انا عندي المفروض عرض ده، قلنا الخلف هيبقى ده الامام. هناخد بقى نشوف مع بعض احنا عايزين عرض الياقه دي قد ايه، 10 12 سم. فانا هخليها وليكن 12 سم مثلا واحط نقطه، وهمشي برده 12 سم واحط ايه، نقطه. هطلع هنا اراعي ان انا طلعت واخد ال 12 سم، همشي شويه وهاخد ال 12 سم لحد ما اوصل هنا برده وراعي ال 12 سم، لان انا مش عارفه انا محتاجه قد ايه. بعد كده انا هرسم الياقه عادي، اهي كده. انت تمشي بالمقاسات هتلاقي نفسك عملتيها مظبوطه 100% اهي. طبعا ده الجزء الاعلى من الياقه وده الجزء الاسفل، خلاص اهو. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هاجي من هنا وانزل 1.5، هنزل 1.5 برضو. اللي انا ارتفعتهم هنا هنزلهم هنا 1.5. وطبعا ال1.5 دول انا بمشي بسحبه كده، يعني مش بتاخديهم مره واحده، لا بتاخديهم بسحبه كده. يبقى انا المفروض اما اجي اقص بقى، هقص ازاي؟ هقص كده الياقه اهي، ومن هنا برضو باخدها كده وبقصها على الرسمه اللي انا عاملاها، خلاص. وبعد كده شوف بقى الورقه دي ملهاش لازمه كده عشان ملخبطه لنا الدنيا. وبعدين نقص دي. طبعا انت عندك الحريه الكافيه ان انت تخلي دي كيرف، ممكن تكون كيرف كده، يعني تخليها كيرف كده اهو. وبرده نفس الشيء هنا ممكن اخليها كيرف عادي، يعني مش بالضروري انها تكون ببوز، حسب ما انت بتحبي. خلاص هنا هتبقى عملت الياقه مظبوطه تمام اهي يعني كده الياقه. طيب الجزء اللي تحت ده اللي هما بيقولوا عليه رجل الياقه، ده ربما انت عايزاه منفصل مش متصل كده مع بعضه. هتعملي ايه؟ هتشوفي عرض الياقه لو كان 12 سم هتعملي حسابك في زياده في القماش علشان خاطر الوصله اللي انت هتعمليها دي. تمام.